السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباراة عالمية في الدوري الإنجليزي ما بين ليفربول ونادي مانشستر يونايتد، وانتهى اللقاء بفوز تاريخي لنادي ليفربول على مانشستر يونايتد ب7 أهداف مقابل لا شيء. المباراة دي كانت بتتلعب في ملعب الانفيلد، ملعب ليفربول. طبعا شارك لاعبنا العالمي محمد صلاح في هدفين من ال7 وصنع 2. آه، هنتكلم على المباراة دي باستفاضة. لقاء جميل جدا، واللي ما اتفرجش على اللقاء ده فاته كتير جدا جدا جدا. ابتدى نادي ليفربول بتشكيل مكون من أليسون بيكر. خط الظهر مكون من روبرتسون وفان دايك وكوناتي والكسندر ارنولد. 3 في نص الملعب، إليوت وفابينيو وهندرسون، واتنين تحت رأس الحربة محمد صلاح وجاكبو، وفي الهجوم رأس حربة صريح نونيز. اما مانشستر يونايتد فابتدى اللقاء بديفيد ديخيا وفي حراسة المرمى، وأربعة في خط الظهر، شاو ورافائيل فاران ومارتينيز ودالوت. اتنين في نص الملعب، كازيمير والفريد، وثلاثة تحت رؤوس الحربة ماركوس راشفورد وفرنانديز وأنتوني، ورأس حربة صريح فيجو ريست. للأسف المدير الفني لمانشستر يونايتد لعب بطريقة غريبة جدا، خلى أنتوني هو اللي راس حربة ورجع فيجو ريست ورا، وده طبعا كانت غريبة جدا. يمكن دي اللي برجلت الخطة كلها أو طريقة اللعب لنادي المان يونايتد. ابتدى اللقاء بالأول، يمكن أول 10 دقايق من اللقاء كان سجال بين الفرقتين، وكان نادي ليفربول ما كانش وحش، ولكن كان نادي مانشستر يونايتد الشوط الأول بأكمله تقريبا كان هو الأخطر. يعني هنبتدي مع حضراتكم كده في الدقيقة 8 مثلا. كورة كانت من ناحية اليمين، راح بيها أنتوني وشاط صاروخ على يمين اليسون وصدها، دي في الدقيقه الثامنه. بعديها في الدقيقه 26 كرة عرضيه من ناحيه الشمال، يدخل راشفورد ويحطها بيمينه على شمال اليسون، ولكن تروح ضعيفه ويمسكها اليسون. في الدقيقة 41 فاول من ناحية الشمال، تتلعب بالعرض ويدخل كازيميرو بدماغه، ولكن وتدخل المرمى، ولكن الحكم يرجع لأنها طبعا كانت اوفسايد على كازيميرو. ويتأتي الدقيقة 44، كورة من ناحية الشمال، يدخل بيها جاكوبو ويطلق قذيفة أرض بيمينه على شمال الحارس ديفيد دخيا، يتفرج عليها وما يقدرش يعمل لها حاجة، محرزا الهدف الأول لنادي ليفربول. دي احداث الشوط الاولاني. الشوط الثاني ابتدى بضغط كبير جدا 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 لليفربول. في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني، في الدقيقه 46، اليوت يعمل عرضيه من ناحيه من داخل منطقه الجزاء من ناحيه اليمين، يدخل ونونز ويحولها في المرمى، محرزا الهدف الثاني لليفربول. طبعا الهدف ده احرزه براسه، كرة كانت عرضية حولها نونز برأسه وأحرز الهدف الثاني لنادي ليفربول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. الدقيقة 50، يعني بعد الهدف ده ب4 دقايق، محمد صلاح بينطلق بكرة من ناحية اليمين من نص الملعب، أخد ماراثون كبير جدا ورقص داله الترقيصة. يعني ترقيصة كده ايه على الضيق، مش ممكن، ترقيصة عالمية لمحمد صلاح، جابه ورا وجابه يمين وجابه شمال ونيمه في الأرض، وراح داخل وراح مديها ثرو باس ل
جاكوبو اللي يحطها من فوق الحارس دخيا في زاويه ضيقه صعبه جدا جدا جدا، زاويه ما يجيش منها جول. هو حطها في زاويه بعيده، ولكن الزاويه نفسها اللي اتشاط منها الكوره زاويه صعبه جدا جدا جدا. قدر انه يحطها جاكوبو، هدف جميل. قدر انه يحطها جاكوبو، محرزا الهدف الثالث لنادي ليفربول، طبعا من صناعه محمد صلاح. في الدقيقة 66 كرة اتلعبت لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء، قبل نقطة الجزاء كده بيارد او اتنين، ويعمل كرباج جول عالمي لمحمد صلاح، محرزا بيه الهدف الرابع لنادي ليفربول. ثم تأتي الدقيقة 75 وكرة عرضية من ناحية الشمال من هندرسون، يطلع براسه نونيز ويحولها في المرمى، محرزا الهدف الخامس لنادي ليفربول. ثم تأتي الدقيقة 83 وروبرتو فيرمينيو يدخل منطقة الجزاء ويلعبها يعني لبره كده على السكس يارد لمحمد صلاح، اللي على طول يحطها من مرة واحدة، محرزا الهدف السادس لليفربول والهدف الثاني ليه في هذا اللقاء. ثم تأتي الدقيقة 90 وروبرتو فيرمينيو يستلم كورة داخل منطقة الجزاء بظهره، يلف ويلعبها في المرمى. كان خلاص انهار تماما نادي المان يونايتد، محرزا الهدف السابع لليفربول، ولينتهي اللقاء بفوز تاريخي لليفربول على مانشستر يونايتد 7-0. طبعا نادي مانشستر يونايتد ما كانش في يومه، ولكن اللعب في الخطه او لعب في ال الاماكن بتاعت اللعيبه هو اللي ادى للاهداف الكتيره قوي. طبعا بعد هذا اللقاء يصبح محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في تاريخه، بعد ما احرز 129 هدف مع ليفربول. عندنا قائمة الهدافين على مدار التاريخ لنادي ليفربول. هو محمد صلاح في المركز الأول برصيد 129 نقطة، 129 هدف. يليه روبي فاولر ب 128 هدف. يليه في المركز الثالث مايكل اوين 118 هدف. ثم لويس سواريز في المركز الرابع برصيد 69 هدف. محمد صلاح يعتبر تاني لاعب في تاريخ ليفربول كمعدل تهديفي. عندنا هو يعتبر معدل التهديفي بتاعه بوينت 62 هدف من يعني بوينت 62 من الجول في الماتش الواحد. يليه لاعب سواريز، او هو في المركز الثاني. في المركز الاول عندنا لويس سواريز بوينت 63 من الجول في الماتش الواحد. عندنا ترتيب الدوري الانجليزي بعد هذا اللقاء. يرتقي نادي ليفربول من المركز السادس الى المركز الخامس. عندنا المركز الاول طبعا نادي الارسنال برصيد 63 نقطه من 26 مباراه. نادي المان سيتي ياتي بعده في المركز الثاني 58 نقطه من 26 مباراه. ياتي في المركز الثالث او يتوقف رصيد مان يونايتد بعد الهزيمه الثقيله من نادي ليفربول النهارده ل 49 نقطه من 25 مباراه. ياتي في المركز الرابع نادي توتنهام ب 45 نقطة من 26 مباراة. ثم نادي ليفربول يصعد للنقطة 42 من 25 مباراة. طبعا نادي ليفربول عايز يدخل في الأربعة الأوائل علشان يقدر يشارك في الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا.
عندنا خبر تاني وهو الفرق المشاركة في البطولة العربية. عندنا 24 فرقة مشاركة، وعندنا هيقابلوا الفرق اللي هي اللي واخدة البطولات القارية في كل قارة، زي الزمالك مثلا واخد بطولة الدوري في دولته، بتاع ده نادي الهلال السعودي واخد، وهكذا. القرعة هتقام النهاردة إن شاء الله في الساعة 7 بتوقيت القاهرة في مدينة الرياض. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة. نلقاكم في حلقة قادمة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.